طلابنا حبايبنا اخواتنا دفعه 2027 حبايب قلبي تالتة اعدادي في جمهوريه مصر كلها. بص يا سيدي، جاي لك النهارده كده باول محاضره لينا في الكورس بتاعنا. لو انت ما تعرفش تقسيمه الكورس، انا عامل لك 4 محاضرات وسايب لك تحت فيديو التفاصيل اللي احنا كنا منزلينه من كام يوم. انزل تحت بص كده على الفيديو، شوف انا بتكلم وبقول ايه، او عامل لك الخطه بتاعتنا واماكن السناتر لو انت حابب تحضر معانا على الارض في السناتر الكورس المجاني بتاعنا. انا سايب لك تحت اماكن التواجد بتاعتنا، اماكن السناتر، وسايب لك برضو مواعيد الكورسات في السناتر. بدايتنا باذنك يا رب يوم 27/7، ودي المحاضره الاولى بتاعتنا في الكتابه. انا هنا بتكلم معاك لو انت حابب تنضم لينا في السناتر، وبرضو كنت بتكلم على المنصه بتاعتنا في الفيديو اللي تحت ده. طيب هنبدا بايه؟ بص يا سيدي، احنا اتفقنا الكورس بتاعنا 4 محاضرات. المحاضره الاولى وهي الصوتيات. يعني ايه صوتيات؟ اللي هي الحروف والنطق. لو انت عندك مشكله في الجزء ده، انا سايب لك الفيديو برضو في الديسكريبشن تحت. لو انا بقى عندي مشكله بقى في الصوتيات والقراءه والجزء ده كله، انا سايب لك في الديسكريبشن المحاضره دي. طب لو انا ما عنديش مشكله، هتبدا معايا بالنسبه لك اول محاضره بتاعه الكتابه اللي هي دي. طيب يا سيدي، في ايه تاني يا مستر؟ في عندي محاضره بتاعه الازمنه كلها. يعني ايه بقى زمن ماضي وماضي بسيط وماضي تام والحاجات اللي زي كده. مستر الحاجات دي هتفيدني؟ طبعا. انت عندك في اول يونت عندك في ثالثه اعدادي عندك زمن اسمه البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام. هو انا مش فاهم يعني ايه كلمه تام وفاهم ايه الحاجات دي. انا بقى بشرح الكلام ده كله لان احنا عندنا في العربي 3 ازمنه بس: ماضي اللي هو المضارع، ومعانا برضو المستقبل، ماضي مضارع ومستقبل. طب الانجليزي ازاي بقى؟ في عندي لا ماضي بسيط، ماضي تام، وحاجات زي كده. انا مش فاهم الكلام ده. فانا عامل لك في محاضره الازمنه ديت لمم لك كل الازمنه اللي عندنا، لازم تبقى فاهمها قبل ما تبدا معايا المنهج. ماشي يا سيدي. طيب في ايه تاني؟ انت عندك في كطالب اعدادي عندك سؤال اسمه الدايلوج، وعندك سؤال اسمه الري رايت. انا عامل لك اساسيات السؤالين دول في المحاضره بتاعتنا. طيب دي هتنزل في محاضره لوحدها، والازمنه هتنزل في محاضره لوحدها، ومعانا النهارده فيديو الكتابه. قال لي ماشي. في حاجه تاني زي ما قلت لك اللي هي الصوتيات. يبقى احنا كده الكورس بتاعنا كام محاضره؟ 4 محاضرات. قال لي تمام. تعالى بقى كده نشوف الكتابه بتاعتنا بتتكلم على ايه. تعالى بقى كده يا بطل نخش على الجزء الخاص بالكتابه. تعالى بقى كده نبدا من الاول خالص. ازاي؟ يعني الكلام ده عباره عن ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني لو جيت فتحت بقك كده هطلع ريحه وحشه. اغسل سنانك، اغسل سنانك الله يرضى عنك. لو انا جيت شفت الكلام ده عباره عن ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني الكلام اللي انت بتتكلمه عباره عن ايه؟ بص كده. طبعا بص، عشان خلينا متفقين، عشان اكتب جمله او عشان اكتب موضوع لازم أن يكون عندي حصيله كلمات. ازاي؟ يعني انا مثلا هعوض عن اللي انا عايز اكتبه بالعربي، عايز اعوض عنه بانجليزي، صح كده؟ فلذلك انا عايز حصيله كلمات عاليه. بص بقى هنا، انا هنا هتلاقيني في كل صفحه او كل صفحتين تقريبا مجمع لك مثلا حاجه زي كده. زي هنا مثلا مجمع لك العيله كلها في الصفحه دي. ازاي؟ يعني مثلا يعني ايه ابني، يعني ايه عمه، يعني ايه خاله، يعني ايه جدي جدتي، الكلام ده كله مجمعه لك في الصفحه دي. طيب عايزين نعرف اللغه عباره عن ايه؟ يعني بتتكلم معايا على ايه اللغه دي اصلا؟ بص يا سيدي، اي لغه في الدنيا او اي كلام بيكون كالاتي. انت لما بتيجي تنم مع الناس، يعني ما انت بتجيب في سيره الناس طول النهار، يعني انت ماسك مش سايب حد غير لما انت جايب في سيرته. اول حاجه معاه الاسماء. طبيعي ان اي لغه بيكون فيها اسماء اشخاص. قال لي صح. طيب في بعد كده ممكن ان انا اعوض عن الاسم ده بضمير. قال لي فعلا. لو انا مش عايز اجيب سيره حد، لو احنا قاعدين شله كده وعمالين ماسكين في حد وجه حد علينا مش عايزين نعرفه هو احنا بنتكلم على مين، فممكن نقول ايه؟ هو يا عم. صح كده؟ يبقى بتعوض عن الاسم ده بضمير. ماشي. بعد كده عند الفيرب الفعل. تمام. الفعل ده اللي هو الحدث اللي بيحصل. طيب زي مثلا عندك ايه؟ زي عندك بلاي، جو بلاي يلعب، جو يذهب، هكذا. طيب عندك الضمائر مثلا زي هي وشي وات وهكذا. هبدأ طبعا اتكلم معاك قدام عن الكلام ده، يعني هننزل تحت بس انا الاول بفهمك يعني ايه لغة الاول. يعني ايه اللغة بتتكون من ايه؟ ماشي. وطبعا لو انت ما شفتش فيديو التفاصيل زي ما قلت لك في فيديو تفاصيل تحت،
وفي محاضره فونكس عاملينها حروف ونطق، انزل شوف. ماشي يا سيدي. اسماء بقى زي مثلا اسماء بقى عادي زي كات قطه، اسم شخص زي احمد عادي. طيب بعد كده عندي الصفه. تمام. طيب هنا مثلا هنا كلمه بور دي صفه، يعني غني. هو الراجل ده صفته ايه؟ صفته ان هو غني. طيب بيوتيفول مثلا، بيوتيفول جميل، قال لي صح. طيب دي صفه برضو. عندي حاجه اسمها الادفيرب اللي هي الحال. طيب يعني ايه حال؟ يعني بص هنا بيقول لك ايه؟ كويكلي، سريع. هو حاله سريع، ان هو سريع. ماشي، اللي هو الادفيرب. عندي بقى حاجه اسمها preposition. البروبوزيشن ده اللي هو الحرف الجر. يعني ايه؟ مش انت عندك بتقول على ومن والحاجات اللي زي كده، ما دي اسمها حروف جر. قال لي تمام. هنا مثلا عندي تو اللي هو الى. عندي الى على حرف جر. عندي بقى هنا حاجه اسمها اداه. يعني ايه اداه؟ زي الالف واللام كده. ما هي الالف واللام دي كده دي اسمها اداه، صح كده؟ طيب احنا عندنا 3 ادوات في الانجليش، هبدا اتكلم معاك قدام على الحاجات دي في نفس الملزمه. ماشي. بقول لك ايه، تعالى كده اتكلم معاك في حاجه كده. احنا طبعا كل ده احنا لسه بنسمي، انا بعرفك يعني ايه اصلا اللغه. لو انا جيت هنا مثلا قلت لك تعالى كده نكتب حرف. ايه يا مستر، يا مستر انت جاي تهزقني؟ يا عم اسمع مني بقى للآخر. لو انا عايز اكتب حرف هتعرف تكتبه؟ قال لي يا مستر عادي اهو. ايه؟ عادي لحد زد، ما فيهوش مشكله. ماشي، ما فيهوش مشكله اهو. طيب احنا من اولى ابتدائي واحنا بنكتب حروف عادي. كبرنا شويه بقى، طلعنا تانية ابتدائي مثلا، ابتدينا بقى نكتب. نكتب ايه بقى؟ نكتب كلام، نكتب الكلمه. ايوه يعني بتعرف تكتب كلمه دلوقتي ولا لا؟ مستر انت كده والله كده مستر انت بتشتمني كده، بتغلط فيا يا مستر، عيب يا مستر. طيب اكتب لي يا سيدي كلمه. قال لي عادي يا مستر اكتب لك كات، قطه، وده اسم. ممكن اكتب لك مثلا بلاي، وده فعل. قلت له تمام يا سيدي. تعالى بقى كده اكتب لي سنتنس، جمله. 60% منكم بيكتبها غلط. ازاي؟ قال لي يعني عادي يا مستر هرص كلام وخلاص عادي. قال لي يعني ممكن مثلا اكتب لك عادي جمله سهله هرص كلام جنب بعض. عايز اقول لك ان حوالي 60% من كلامك هيكون غلط. ازاي؟ يعني بص، يعني انت طبيعي لما تيجي تكتب حاجه، تكتب جمله، عندك مشكله في تكوين الجمله. ازاي؟ يعني احنا عندنا في العربي مثلا جمل اسميه وجمل فعليه. في الانجليزي ما عنديش الكلام ده، انا عندي كل الجمل فعليه. قال لي ازاي يا مستر؟ يعني انا عندي مثلا كلمه وليكن جمله مثلا زي مثلا احمد طويل، دي جمله اسميه صح كده؟ يعني مثلا برضو جيت هنا قلت لك يذهب احمد، دي جمله فعليه. ايوه يعني انت قصدك يا مستر ان انا الجمل الاسميه زي احمد طويل دي كده مش هتنفع اصلا عندي في الانجليش؟ قلت له اه هتحسب لك غلط، احنا ما عندناش جمل اسميه اصلا، كل الجمل اللي عندي فعليه. ازاي؟ تعالى كده بص كده الاول عشان لو انت يعني ضعيف في العربي. اول حاجه هي هنا دي جمله فعليه ليه؟ عشان بادئه بفعل. قلت له تمام. هنا دي جمله اسميه ليه؟ عشان بادئه باسم، عشان بادئه باسم نون. قال لي صح يا مستر. طيب طب انا بقى ما هي دي كده مفيش فعل، انا ازاي بقى هكتبها؟ واحنا شرط عندنا لازم أن يكون في فعل في الجمله، ولازم عند الجمله تبدا بالسبجكت الفاعل. يبقى انا كده عندي رقم واحد ان الجمله تبدا بالسبجكت، بعد كده لازم بعد كده يجي بعدها الفيرب، وبعد كده التكمله. التكمله عندي ممكن تكون اي حاجه، يعني ممكن عندي التكمله تكون مثلا مفعول، ممكن تكون صفه عادي ما فيش مشكله، ولكن شرط اساسي في الحتتين دول. يعني ايه؟ لازم يا باشا الحتتين دول يكونوا مظبوطين. بمعنى ان لازم عندي الجمله تبدا بالفاعل. الفاعل يعني ايه فاعل بقى؟ اللي هو الاسم او الضمير.
هي جايه من اسمه اصلا، فاعل هو اللي بيفعل الحاجه، هو اللي بيعمل الحاجه ذات نفسها. طيب انما الفعل ده بقى هو الحاجه اللي بتتعمل. يعني انا مثلا دلوقتي قلت لك احمد بياكل، هو احمد ثواني، هو مين اللي بيعمل الحاجه؟ اللي هو الفاعل ده اللي هو مين؟ احمد هو اللي بياكل، صح كده؟ طيب احمد بقى عمل ايه؟ احمد عمل ايه بقى؟ لا احمد كل، صح كده؟ بياكل. يبقى ده كده ايه؟ الفاعل او الحدث اللي بيحصل. طيب في برضه حاجه في الفعل، ايه هي؟ ان هو كل، يعني كل وخلص، ولا بياكل دلوقتي مستمر، ولا هو هياكل؟ قال لي دي ازمنه يا مستر، صح كده؟ قلت له فعلا. الازمنه بقى دي المحاضره اللي انا اتكلمت معاك عليها. يبقى احنا دلوقتي شغلنا كله هيكون في كتابه الجمل. احنا كنا واقفين فين؟ احنا هنا قلنا السبجكت ده يا اما ناون اسم، يا اما بروناون اللي هو الضمير. قلت له ماشي اهو، يا اما اسم يا اما ضمير. طيب مستر انا هحول ازاي الجمل الاسميه لجمل فعليه؟ ما انا كده انا عندي مشكله، انا عندي اصلا يعني كل الجمل اللي عندي في العربي معظمها او الياتها كلها ايه؟ كلها جمل اسميه. زي مثلا زي ما قلت لك احمد طويل، طب انا هحولها ازاي؟ مش فاهم. قلت له بص، تعالى كده، انا هنا ممكن اعمل حاجه، ممكن اعمل هنا حاجه اضحك على الراجل ده. ازاي تضحك عليه؟ هو مش انت بتقول لي احمد طويل؟ انا ممكن احط لك فعل، هو لازما شرط وجود فعل، لازما في الجمله شرط وجود فعل. ممكن اضحك على الراجل واحط له في النص هنا مثلا احمد طويل. ممكن اضحك على الراجل واقوم حاطط له هنا كلمه وشرطه ما تغيرش معنى الجمله، يعني انا هي نفس الجمله بس احط لها فعل. طب ازاي يا مستر؟ كلمه يكون، كلمه يكون دي هي دي فعل ولا اسم؟ قال لي ثواني كده، لا يا مستر ده فيرب، ده فعل. يكون هتغير في معنى الجمله؟ احمد طويل، احمد يكون طويل، لا دي ما فيهاش فرق، هي بس انا كده عملت ايه؟ خليت لك الجمله دي فيها فعل. طيب تعالى بقى كده نحولها، احمد يكون طويل. هو انا اتفقت معاه الجمله في الانجليش بتبدا بايه؟ بالسبجكت. السبجكت ده عباره عن ايه؟ يا اما نون يا اما برو نون، يا اما اسم يا اما ضمير. طيب احمد ده اسم ولا ضمير؟ لا احمد ده اسم، يبقى هبدا باحمد. ماشي، ده كده رقم واحد، كده خلاص خلصت كده ايه؟ من احمد. تاني حاجه لازم يجي الفعل، صح كده؟ طيب يبقى انا عندي كلمه يكون. كلمه يكون دي بالانجليزي معناها ايه؟ ليها ثلاث حاجات، يا اما ام يا اما از يا اما ار. ده بقى اللي بيسموه فيرب تو بي. هبدا ان انا اشرحه لك دلوقتي. فهحط الفيرب اللي هو معناه از، تمام؟ يبقى احمد از، احمد يكون. كده خلاص خلصنا من السبجكت والفيرب. طيب تالت حاجه بقى ايه هي بقى؟ طويل. هي طويل دي بالنسبه لي ايه؟ صفه. احمد صفته ان هو طويل، يبقى احمد از تول. يبقى انا كده عملت جمله صح. تعالى بقى كده نخش على جزء فيرب تو بي ونشوف بقى ايه اشكال فيرب تو بي، واشمعنى هم خلوه ثلاثه زي ما انا قلت لك هنا ان فيرب تو بي ليه ثلاث اشكال. تعالى نشوف. معلش يا جماعه الكاميرا فصلت، حقكم علينا. بص دفعه وشها، بص وشها زي العسل، من شويه مش عارف يوقف ودلوقتي الكاميرا وقفت. ربنا يبارك لكم. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان احنا عندنا نوعين من الافعال، يا اما فعل اساسي بيسموه المين فيرب، يا اما عندي فعل مساعد بيسموه هيلبنج فيرب. طب انا مش هيفرق معايا المسميات، المهم الفعل. زي ما قلت لك هنا عندي ثلاث افعال، دول بنسميهم ايه بقى؟ اللي هو الفعل المساعد اللي ماشي. طيب بعد كده عندي الفعل الاساسي. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ زي ما قلت لك عندي ده بمعنى يكون، طيب ده بمعنى يمتلك، تمام؟ يبقى انا كده عندي ده بمعنى يمتلك. طيب اللي بعديه verb to do. هو انا طبعا هشرح لك كل واحد لوحده على رواقه وكل حاجه، انا لسه بمهد لك وبفهمك يعني ايه الدنيا اصلا. ماشي، عندي ده بمعنى يعمل
او يفعل. ماشي، يبقى انا كده فهمت المسميات. ودول يا جماعه بيخشوا دايما في تكوين القاعده برضو، بمعنى ان انت لو انت طالب ثالثه اعدادي فانت تدرس حاجه اسمها present perfect في اول حصه في المنهج. ده معناه المضارع التام. المضارع التام ده يا جماعه داخل فيه حاجه اسمها have وhas والحاجات دي. طيب دول ما طبعا ما بيترجموش، يعني have وhas والحاجات دي ما بتترجمش لو داخله في تكوين قاعده. هي معروفه الافعال المساعده ما بتترجمش لو داخله في تكوين قاعده. ماشي، بس انا مهم اعرف التصريف بتاعهم لان انا عاوز اصرف. ما لو انا بعمل جمله في زمن المضارع التام عاوز ان انا اصرف باستخدام ايه الفيرب ده، او باستخدام الضمير اللي معايا على حسب الضمير، او الاسم هبدا اصرف الفعل على حسب الضمير اللي معايا. ماشي، الفعل الاساسي بقى عباره عن ايه؟ بص يا سيدي، في اخر صفحه في الملزمه هفتحها لك برضو في الاخر، في اخر صفحه تحت عامل لك معظم طبعا الافعال الاساسيه دي قايم عليها اللغه، يعني اكيد طبعا مش كلهم يعني، لا انا مجمع لك اهم الافعال الاساسيه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت عندك يلعب، ياكل، الحاجات اللي زي كده، تمام، يكتب، دي كلها افعال اساسيه. طب انا هعرف ازاي ان ده فعل اساسي ولا مساعد؟ بص يا سيدي، شايف انت الثلاثه دول؟ دول كده افعال مساعده. اي فعل تاني قبلك، اي فعل تاني قبلك في كل اللغه ده اسمه فعل اساسي. دول بس اللي اسمهم فعل مساعد، وليهم شكلين تاني. ده الشكل بتاعهم الاساسي، تمام. ليهم شكل تاني في النفي، او تعالى يا عم هنا اهو كده، ليهم شكل تاني في النفي، في النيجاتيف. حلو كده. يعني ايه نفي بقى؟ بص انا بتعامل معاك ان انت، بص انت على الله، انت اول مره تدرس لغه في حياتك. النفي ده اللي هو ان انا بستخدم حاجه اسمها لم او لن مثلا، من الاخر ما عملتش. هنا يكون يبقى انا ما كنتش، تمام، هنا كان ما كنتش، هكذا. فاهمني؟ يبقى انت بتنفي ان انت عملت الحاجه دي. هنا يمتلك، لم يمتلك، النفي بتاعها العكس. فاهم قصدي؟ ماشي. الحاجه التانيه ان ده الشكل الاولاني، ده طبعا الشكل الاولاني. ده التاني عندي برضك هنا ممكن لو جات لك في صيغه الماضي. ازاي؟ هم دول اي زمن بيبقى ليه زمن ماضي، او اي فعل ليه زمن ماضي. يعني مثلا هنا يكون، الماضي بتاع يكون ايه؟ كان. قال لي تمام، هبدأ اتكلم معاك في الماضي بتاعهم دلوقتي وهشرحهم لك، والتصريفات والضمائر كل ده يا باشا هشرحه لك دلوقتي. هنا يمتلك او لدي يبقى كان لدي او كان يمتلك، صح كده؟ وهكذا. تعالى بقى كده نشوف ايه هم بقى الكلام ده كله. احنا كنا واقفين فين؟ احنا كنا واقفين عند الجملة، بنتكلم بنشوف الجملة بتاعتنا عبارة عن ايه. تعالى بقى كده نشوف الافعال المساعدة، ونبدأ بأول واحد وأهم واحد بالنسبة لي يكون. ده غالبا بيخش في معظم الجمل. verb to be ده انت دايما انت تسمع عنه من زمان، من بص من ساعة ما دخلت الحضانة، ولا من ساعة ما دخلت أولى ابتدائي وانت بيقولوا لك verb to be. طيب تعالى بقى نفهم كده ايه قصة verb to be ده. اسمع بقى كده دي. verb to be ده راجل مجنون سمى عياله كلهم يكون. مش انت كنت بتغني لك كده زمان؟ تلميذ كانت زمان كانت بتغني لك تقول لك فيرب تو بي ده راجل مجنون كل عياله اسمهم يكون. قال لي صح، انا فاكر في اغنيه زي دي انا سمعتها، بس مش فاهم، انا على طول بسمع وانا مش عارف يعني ايه الكلام ده. تعالى بقى كده انا هفهمك يعني ايه الكلام ده. بص يا سيدي، تعال الاول كده نشوف الضماير. يعني ايه الضماير؟ يعني ايه الضماير بتاعتي؟ ايه الضماير اللي عندي اصلا؟ طبعا الضماير في عندي ليها كذا حاجه، بس تعالى كده الاول نشوف الضماير بتاعتي. اول ضمير معايا، مش انت بتقول انا؟ صح كده؟ مش انت عندك في العربي بتقول انا وهو وهي وهم وهكذا؟ اول ضمير معايا معناه اي، اللي هو اسمه اي، ده بمعنى انا. ده بمعنى ايه؟ انا. ماشي، تعال نصغر الخط شويه. اول واحد ده اللي هو انا. ماشي. تاني واحد بقى اللي هو ايه بقى؟ ضمائر المفرد كله. هي وشي وات. ايوه، يعني ايه؟ مش فاهم، انت بتقول لي معناهم بالانجليزي انا كده فهمت. اما اصبر بقى عليا.
عندك هي ده اللي هو شي اللي هي ماشي. عندي ات بقى، يعني ايه بقى؟ قلت له ده بص يا سيدي، ده هو او هي بس لغير العاقل. ايوه يعني ايه مش فاهم؟ القلم ده عنده عقل؟ يعني بيذاكر زينا كده وبيشتغل بيعمل؟ لا ما عندوش عقل، دي حاجه غير عاقله، صح كده؟ يبقى ده هقول عليه ات. طيب مثلا الراجل مثلا اللي معايا ده هقول عليه مثلا ات عشان هو ما بيفهمش؟ لا هقول عليه ايه؟ هي، عشان ده عاقل. طيب البنوته مثلا هقول عليها ايه؟ شي ولا ات؟ لا هقول عليها شي عشان ديك حاجه ايه؟ عاقله، بني ادمه. قال لي تمام. طب السبوره ديك مثلا، البورد دي هقول عليها ايه؟ هقول عليها ات. ليه؟ لان هي حاجه غير عاقله. قال لي تمام. طيب ايه اللي عندي بعد كده؟ عندي بقى ضمائر الجمع. ضمائر الجمع عباره عن ايه؟ بص يا سيدي، عندي وي ويو وزي. بص يا سيدي، عندك وي ده بمعنى نحن، عندك يو بمعنى انت او انتما. لو انا هنا بتكلم على اتنين، تمام، او بتكلم على واحد، ماشي، يبقى هنا دي تمشي اتنين، هتمشي ممكن مفرد وممكن تمشي ايه؟ جمع. عندي هنا زي بمعنى هم. ماشي يا سيدي. تعالى بقى كده نشوف تصريفات verb to be او تصريفات الافعال. يعني ايه؟ يعني انا عندي 3 اشكال من verb to be زي ما قلت لك. تعالى بقى كده نكمل كلامنا ونشوف verb to be عباره عن ايه. بعد ما شرحنا الضمائر بتاعتنا وقلت لك اي ديك بمعنى انا، هي هو، شي هي، ات زي ما قلت لك هو او هي لغير العاقل. عندي وي بمعنى نحن، يو بمعنى انت، زي بمعنى هم. طيب يا سيدي، عايز افهمك حاجه. زي ما احنا قلنا verb to be ده راجل مجنون سمى عياله كلهم يكون. verb to be عباره عن ليه 3 اشكال. الشكل الاولاني am، والشكل الثاني is، والشكل الثالث are. قال لي ماشي، يبقى انا كده عندي verb to be 3 اشكال am is و are. قال لي ماشي. ايوه هو يعني هو ليه اخترع 3؟ انا عايز افهم يعني هم ليه عاملين بينهم 3؟ يعني هم فاضيين؟ قلت له لا يا سيدي. قلت له عندك ضمير اي بمعنى بياخد ام، فهتبقى بمعنى ايه؟ انا اكون. خدت بالك؟ ما هو بمعناه يكون، فيرب تو بي ده معناه يكون، والتلاتة معناهم يكون برضو، بس بيتصرف مع على حسب الضمير. عندك اي بمعنى انا ايه بقى؟ انا اكون. طيب هنا مثلا الشكل التاني، خلاص كده انا فهمت ان اي بياخد ام، خلاص مفيش حاجه تاني. عندي بقى ال3 ضماير دول اللي هو هي وشي وات بياخد از. ماشي، يعني هو يكون. ما يعني انا لو عايز اكتب كده، عايز اقول هو يكون، هكتبها كده، هكتبها هي از، دي كده معناها هو يكون. ماشي. يبقى شي هتبقى شي از برضو، ات هتبقى برضو ات از على طول، تمام، حتى بننطقها بنختصرها على طول. ماشي، يبقى انا كده فهمت ان ال3 ضماير دول بياخدوا از. تمام. عندي وي ويو وزي اللي هو احنا بنسميهم ضمائر الجمع، دول بياخدوا ار. تمام، هتبقى وي ار زي ما انت حافظها، وي ار. عندي يو ار، زي ار. قال لي تمام، يبقى ده كده verb to be. بس ده كده بالنسبه لي في البريزنت. في ايه البريزنت يعني؟ مش فاهم. يعني في المضارع هو يكون. طب انا عايز اقول كان بقى، هعملها ازاي؟ بص يا سيدي، عندي verb to be في الماضي، في الباست، في الماضي بيتعمل ازاي؟ بص يا عمان، لشكل برضك. طب ازاي؟ هنا كان ليه 3 اشكال، هنا شكلين. بص يا سيدي، عندي اي وهي وشي وات، سميهم دول بقى المفرد، بياخدوا ووز. وبص خدها قاعده، اي فعل مساعد اخره اس، بينتهي باس، يبقى ده كده بتاع المفرد. ازاي؟ يعني هنا ده ووز اخره اس، صح كده؟ يبقى بياخد المفرد. طب المفرد اللي هو ايه؟ اللي هو اي وهي وشي وات. قال لي ماشي. طب الجمع بياخد حاجه اسمها وير، اللي هم بياخد ضمائر الجمع.
اللي هما بقى ايه وي ويو وزي الثلاثه دول. مستر يبقى انا كده بص كده خلصت الكلام. انا عندي اللي اخره اس زي مثلا زي ووز بتاخد المفرد اللي هو هي وشي وات تحط معاهم الاي. قال لي ماشي. الجمع عندي وي ويو وزي دول بياخدوا وير. قال لي ماشي مستر بس انت قلت لنا شكلين بس اللي هو الشكل في البريزنت في المضارع والشكل الثاني في الماضي في البوست. طيب فين الشكل الثاني اللي انت بتقول لي عليه؟ الشكل الثالث اللي انا بكلمك عليه وهو في النفي. طيب النفي بتاعه بقى عباره عن ايه؟ هنا بص هنا ممكن تقول am not. تمام. هنا طبعا احنا هنعدل هنحط apostrophe t. ثواني اكتب بقى يا عم. هنحط apostrophe t مع ايه؟ مع الفعل المساعد. ازاي؟ يعني بص هنا is هتبقى isn't. تمام؟ are هتبقى aren't. طيب دي معناها ايه بقى؟ معناها ان انا بنفي الحاجه دي. هنا يكون. تمام ده كده في المضارع. طب خليها لي ماضي هتبقى was كان. طيب ممكن تنفيها لي؟ يبقى انا كده قلت لك الثلاث اشكال. قلت لك الشكل الثالث بتاع النفي يبقى ما كنتش. ماشي ده كده في الماضي. طبعا هنا هو زي ما قلت لك wasn't weren't. تعالوا نخش على الجزء اللي بعده. كده اول فيرب معايا خلص في الافعال المساعده في الهيلبنج فيربس. تعالى بقى كده نخش على الفعل التاني وده برضك لا غنى عنه لان ده بيخش بص في ازمنه قد كده. يعني عندي برضك في البريزنت في البريزنت بيرفكت وعندي في الماضي التام في يونت 2 لو انت ثالثه اعدادي هنا. وانت برضك لو انت طالب اولى وثانيه انت برضك عندك اكيد الماضي التام. طيب يا سيدي في كلا الحالتين هيفيدك لان معظمكم المناهج بتاعتكم مقرر عليكم الزمن ده اصلا بس في شكل تاني. هنا يعني مثلا في ثالثه اعدادي الدرس ده داخل في تكوين قاعده. طبعا انا هشرحه لك لان احنا كده هنشرح باذنك يا رب المناهج كلها هنشرحها لكم بتاعت اعدادي او ثانوي ان شاء الله باذنك يا رب هينزلوا على الشانل بتاعي. طيب ايه فيرب تو هاف ده؟ فيرب تو هاف ده فعل مساعد زي ما قلت لك وده رقم واحد لازم أنا اكون عارف ان فيرب تو هاف ده فعل مساعد. طيب بمعنى ايه؟ بمعنى يملك يمتلك. تمام. لديه. ادي كده نفس الحاجه تحت بند الملكيه. ليه شكلين؟ الشكل الاولاني has والشكل الثاني have. هو انا من شويه قلت لك ايه؟ مش قلت لك اللي اخره اس ده دايما بياخد المفرد؟ قال لي اه فعلا انت قلت كده. طب تعالى كده نشوف has دي اخرها اس. has دي اخرها اس خدت معايا ايه؟ خدت معايا ضمائر المفرد اللي هم هي وشي وات اللي هم الثلاث ضمائر بتوع المفرد. يبقى هي وشي وات بياخدوا has. تبقى he has she has it بتاخد has برضه. قال لي ماشي هيفيدك جدا في الرايت. عندك برضك هنا ضمائر الجمع. ضمائر الجمع بتاخد ايه؟ اللي هم I we you they بياخدوا have. طيب ده الشكل الاولاني يا مستر اللي هو البريزنت. عايزين بقى نشوف الشكل الثاني بتاعه عامل ازاي. عندك هنا في النفي في النيجاتيف هو مش هنا يمتلك يبقى هنا لم يمتلك او لا يمتلك هتبقى hasn't. انت خلاص بقى انت فهمت اللعبه اللي هي بيكون فيها apostrophe t. قال لي صح. طيب هنا hasn't وهنا haven't. تعالى نخش بص هنا برضك. هنا بص تعالى ناخد جمله. هنا she has a new car. هو لديه او هو يمتلك عربيه جديده. طيب هنا بص كده انا هنا كتبت ليه هنا هاز؟ عشان اكيد اللي قبليه مفرد. طب اللي قبليه مفرد ازاي مفرد؟ ما هو شي ده بالنسبه لي مفرد. قال لي تمام تبع التصنيف بتاعنا. طيب هنا بقى انا ليه حطيت هاف؟ ثواني هو قبلها ايه؟ قبلها زي ديك اللي هي هم اللي هي جمع. يبقى انا كده حطيت هاف عشان ده جمع. قال لي تمام. طيب انت كده قلت لي الشكل الاولاني البريزنت الشكل الثاني النيجاتيف بتاعه الشكل الثالث بتاعه عامل ازاي؟ على فكره المحاضره بتاعت التنسز الازمنه انا بشرح فيها بقى لان ده يعتبر جرامر. انا عامل لك في المحاضره بتاعت الجرامر. احنا هنا بنتكلم دلوقتي على تكوين الجمل في الكتابه.
محاضره الجرامر بقى هخش بقى شويه كده واتعمق في جزء الازمنه والافعال. هنا الشكل الثالث بتاعه زي ما قلت لك ده الماضي. طيب الماضي هنا مش هنا كان يمتلك، لا يبقى هنا بقى في الماضي كان يمتلك او كان لديه. ماشي، ليه شكل واحد بس، هو الماضي بتاع verb to have had. بص يا باشا بيريح دماغه، قال لك انا هعمل لك ليه شكل واحد عشان اريح لك دماغك. طيب had دي بتيجي مع كله، مع الضمائر كلها، يبقى كان لديه هتبقى had او كان يمتلك. طيب ما كانش يمتلك، ثواني ده ماضي ما كانش يمتلك، ده كده ماضي ونفي صح كده، يبقى الاتنين في بعض. طيب يبقى انا كده هقولها ازاي؟ هحط بقى للفعل ده اهو، هحط له ايه؟ ابوستروف تي، هتبقى hadn't. قال لي ماشي، تعالى هنا طبعا في تدريبات اهي هتحلها. هنا مثلا هي اهي، هي ده ايه؟ هعلمك بقى ازاي تحل اللي تشوز، مع ان انت في اعدادي ما عندكش تشوز قوي، بس لازم تعرف تحل اللي تشوز بتاعك. هو هي ده ايه؟ طب هو ده ايه؟ مفرد ولا جمع؟ قال لي مفرد. طيب المفرد بياخد هاز، بس كده خلص. شي هنا مثلا، شي ده ايه؟ مفرد ولا جمع؟ لا ده مفرد. طيب المفرد بياخد ايه؟ بياخد هاز. طيب هنا وي ده مفرد ولا جمع؟ لا وي ده بالنسبه لي جمع. طيب الجمع بياخد ايه؟ بياخد هاز. ماشي. هنا last year ركز بقى في الحته دي، حلها كده من غير ما انا اقولها لك. last year السنه الماضيه. ده عنه زمن؟ لا ده ماضي. هنا بقى هحط ايه بقى؟ ما هنا انت عندك كلمه داله على زمن، last year حاجه داله على حاجه زمان. طيب يبقى هختار ايه بقى؟ الزمن ده هصرفه على انه زمن، الجمله دي هصرفها على انه زمن، هصرفها على زمن الماضي، هتبقى هاد، لا هتبقى هاف ولا هاز. تمام، عشان دي حاجه حصلت زمان. ماشي، كده اكون خلصت لك verb to have. تعالى بقى كده نخش على verb to do ونشوف بيتكلم معانا على ايه. رقم واحد، هو ايه اصلا الفعل ده؟ الفعل ده معناه يفعل او يعمل، الاتنين، يفعل او يعمل. اي حاجه تيجي معاك على ايه؟ على نفس المعنى ده. يعني انت ممكن تستخدم تعوض في اي جمله لو حاجه ليها علاقه بالفعل او بالعمل. تمام، قال لي ماشي. طيب ليه شكلين؟ الشكل الاولاني هو does والشكل الثاني هو do. قال لي يبقى انا كده عندي شكلين، يا اما do يا اما does. طيب هنا اسمه does صح؟ اخره اس، يبقى طبيعي هياخد ايه؟ طبيعي هياخد المفرد. طب فين المفرد اللي عندي؟ اهو هي وشي وات. قال لي ماشي، وبالنسبه لي عندي do هتاخد الباقي بقى اللي هم ايه؟ اي وي ويو وزي، هياخد do. طيب انت كده يا مستر كده انت قلت لي في البريزنت مفيش اي مشكله. تعالى كده قول لي بقى النيجاتيف بتاعه، النفي بتاعه بيتنفي ازاي؟ هتحط له برضك لنفس الفعل هتحط ابوستروف تي، ما انت خلاص بقى فهمت اللعبه. طيب هتبقى عندي هنا doesn't وعندي don't. قال لي ماشي، وريني الشكل الثالث يا مستر بتاعه. الشكل الثالث اللي عندي في verb to do في زمن الماضي عندي did، تمام، وعندي didn't النفي. طيب يبقى انا كده عندي شكل واحد في الماضي اللي هو did، ودid بتاخد كل الضماير، مفيش، هي زي هاف كده، الماضي بتاعها هاد والهاد بتاخد كل الضماير. ماشي يا سيدي، والنفي بتاعها hadn't. تعال نخش على الجزء اللي بعده. بص بقى هنا انا مجمع لك الاماكن كلها. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني مثلا يعني ايه منزل، يعني ايه حديقه، يعني ايه مطعم، يعني ايه نادي، هكذا. انت طبيعي ان انت هتبدا ان انت تحفظ الكلام ده. ليه؟ عشان يكون عندك حصيله عشان تعرف تكتب كويس. ماشي مستر، هو انا في العربي مش انا عندي حاجه اسمها ضمائر المفعول؟ ايه ضمائر المفعول ده يا مستر؟ يعني ايه؟ مش فاهم. مستر بقول لك انا ضايع في العربي والانجليزي، يعني انا هضطر ان انا اشتغل لك عربي وانجليزي. يا عم ماشي. بص يا سيدي،
هو مثلا لما انا اجي اقول لك مثلا فعل مثلا زي ده ساعد، تمام، او يساعد، وفعل ده لما انا اجي اقول لك مثلا ساعدني، هو مين اللي ساعد؟ هو حد تاني ساعد، بس الحاجه ديك عايده عليا انا، تمام. هو كلم مين؟ كلمني. طب هو كلمني، ما هي دي حاجه عايده عليا انا، صح كده؟ يبقى دي كده حاجه اسمها ضمائر المفعول. ماشي. ضمائر المفعول يعني هنا مثلا عندي هنا الضمير اي بياخد مي، تمام، دي بمعنى اللي هي ايه، زي ما قلت لك اللي هي ايه، ني دي. قال لي ماشي، اللي هي الياء دي. عندي هنا عندي كلمك، تعال ناخد فعل واحد او ساعد او كلمك. تعال ناخد يا عم الفعل ده اللي هو كول، يكلم. كول، لو انا هنا قلت لك كول مي، كلمني، كلمني انا. طيب هنا كول يو هتبقى كلمك، تمام. هنا هم بتاعت اللي هي اله اللي احنا بنعوض عنها بالهي بتاعتنا بتاعت الغير. تعالى كده هنا بص، عندك الها ديت بتاعت البنت هير، تمام، كلمها. حلو. طيب يبقى دي كده بتاعت البنت. طيب هنا عندي هنا الات ده بتاع الغير عاقل. ماشي. كلمنا، كلمنا، يبقى احنا كده هنا في ايه، النا بتاعتنا بتاعت الجمع دي معناها اس، وهنا ات. طيب كلمهم تبقى زم. قال لي ماشي، يعني انا كده مستر احفظها بالطريقه دي؟ اه. خد الفعل ده وابدا احفظ عليه. ماشي يا سيدي. بص كده هنا بيقول لك علي visited me. هو علي عمل ايه؟ هو علي زار. طب زار مين؟ زارني انا. يبقى هنا علي visited me yesterday، امبارح. تعال نخش على الجزء اللي بعده. هنا عندي صفات الملكيه. ايه صفات الملكيه دي؟ بص يا سيدي، هي هنا مجموعه من الكلمات، تمام، اللي بنستخدمها قبل الاسم. ماشي، يبقى انا كده فهمت اول حاجه ان صفات الملكيه ديت بتيجي قبل الاسم. ماشي. بتخلي الاسم مملوك للفاعل او لشخص اخر، بمعنى هنا بيقول لك تعالى مثلا هنا هيا بنا مثلا go to their school، تمام، يلا نروح لمدرستنا. طيب يبقى هنا ديك حاجة اسم مملوك للفاعل أو لشخص آخر، يبقى كده حاجة مش شرط إن هي تكون عايدة عليا أنا بس، ممكن تكون عايدة عليا وعلى الناس اللي حواليا. حلوة دي، حلوة النغمة دي. ماشي. طيب يبقى هنا كده المدرسة أهي كده اور، هنا أهو كده ديك عايدة على مين؟ عايدة على زملائي وعايدة عليا أنا برضو، دي مدرستنا. ماشي. لكن الناحية التانية كانت مثلا هنا هم، كانت هنا زير، تمام. هنا ده بمعنى ايه؟ دي حاجه عايده عليا انا وعايده عليهم. قال لي ماشي، لكن الناحيه التانيه لا، دي حاجه كانت عايده عليهم بس، او حاجه عايده عليا انا بس. لكن دي هنا تمشي الاثنين. ماشي. تعالوا نخش على، طبعا هنا برضو في دول كل المعلومات دي حفظ. بص هنا بقى، هنا صفات الملكيه. هي هنا دي بتوصف الاسم يا جماعه ازاي؟ يعني انا عايز مثلا اقول التليفون، هقولها ازاي؟ هقول مثلا فون مي؟ لا مش تنفع. هقولها ماي فون. حتى انت بتشوفها على ابلكيشن ماي اتصالات. هو ماي اتصالات ده اللي هو الاتصالات بتاعي، فاهم؟ يعني هنا مثلا لما اجي اقول لك ماي فون، هنا ماي فون ده التليفون ده بتاعي، تليفوني انا، تليفوني انا. كاميرا فصلت تاني يا جماعه، معلش انتوا بص دفعه زي العسل، دفعه زي العسل والله. بص شغاله الكاميرا، شغاله من ساعه ما جبناها، شغاله اول ما دفعه 2027 بدات ابتدى النحس يجي. بص يا سيدي، في عندي هنا حاجه اسمها صفات الملكيه. يعني ايه؟ تعالى كده نقرا. بيقول لك هي مجموعه كلمات. ماشي. ايه يعني مجموعه من الكلمات؟ يعني مالها؟ بنستخدمها قبل الاسم. طيب دي اول تركايه، ان احنا بنستخدمها قبل الاسم. طيب ليجعله اسم مملوك للفاعل او لشخص اخر.
مستر يعني انت عم تقرا لي فهمت حاجه؟ اهدى بقى. بص يا سيدي، هنا بيقول لك في الجمله دي I can help you، انا هساعدك انت. ماشي، هساعدك. ماشي، يبقى مين اللي هيساعد؟ انا هساعدك، يبقى انا الفاعل. هساعدك انت. ماشي، الحته اللي بتلخبط ناس كتيره جدا في ايه بقى؟ your homework. انا هساعدك، انا الفاعل هساعدك في واجبك انت. ماشي، يبقى كده صفة الملكية دي كده حاجة. تمام، اشتغلت معايا بنستخدمها ان انا اخلي الاسم المملوك للفاعل او لشخص اخر. ماشي، يبقى انا كده بشغل الاتنين، بشغل معايا الفاعل وبشغل برضك حاجة للمفعول او حاجة للشخص التاني. معلش يا جماعة، الكاميرا فصلت تاني. دي كام مرة الكاميرا تفصل دي؟ يعني دفعة 2027 دفعة وشها حلو علينا جدا. الكاميرا من ساعة ما جبناها وهي شخص سليم. أول ما قلنا يلا دفعة 2027 أول محاضرة، ابتدى بقى إيه اللعب يشتغل. دفعة زي العسل. المهم، بص يا سيدي، عندي حاجة اسمها صفات الملكية. صفات الملكية دي بص بتعقد ناس كتيرة وبتلخبط ناس كتيرة. تمام؟ قال لي تمام، يعني ايه بقى صفات ملكيه كده؟ وحد الله كده، وحد الله. تعالى كده نشوف هي بتتكلم معانا ايه. صفات الملكيه بيقول لك هي مجموعه من الكلمات اللي بتيجي قبل الاسم. تمام، هي اول حاجه بتيجي قبل الاسم. ماشي، ليجعله اسم مملوك. دي تاني حاجه، يبقى هي كده بتيجي قبل الاسم وبتجعله اسم مملوك. طيب، اسم مملوك لمين؟ للفاعل او لشخص اخر. طيب، يعني انت كده قرأت لي يا مستر، قريت لي السطر انا كده فين؟ يا عم اصبر، يا عم اصبر، الله يرضى عليك. عندي هنا، بص بقى هنا I can help you. يعني ايه؟ انا هعمل ايه؟ انا هساعدك انت. مين اللي هيساعد؟ انا هساعد مين؟ هساعدك انت. ماشي خلاص، في ايه يا مستر؟ يا عم فاهم، عشان بس الحته اللي بتلخبط ناس كتير. هساعدك في ايه؟ with your homework. with يعني انا هساعدك في ايه؟ انا هساعدك في الواجب ايه بتاعك. يبقى مين اللي هيساعد؟ انا هساعدك في ايه بقى؟ في واجبك انت، في واجبك انت. الحاجه دي بتاعت مين؟ بتاعتك انت. الواجب ده بتاعك انت، بس مين اللي هيساعد؟ انا هعمل ايه؟ هساعدك انت. فهمت؟ يبقى انا هساعدك انت في واجبك. طيب، دي كده صفات الملكيه. طب صفات الملكيه دي عباره عن ايه بقى؟ بص يا سيدي، عندك هنا اول حاجه اللي هي مثلا لو انا عايز اقول ماي فون، دي معناها ايه؟ يعني مثلا الموبايل ده مثلا بتاع مين؟ الموبايل ده بتاع انا، فبقول ماي فون عشان ده ملكي انا. اللي ماشي، يبقى كده انا عندي ماي ديت معناها ملكي، يعني زي حاجه زي كده ايه، حاجه عايده عليا، تليفوني، الياء دي. ماشي، هنا عندي ماي اللي هي ياء، اللي هي حاجه الياء اللي هي بتاعت الملكيه. طيب هنا يور، عايز اقول ملكك او ملككم انتوا لو انتوا اتنين. طيب هنا عندي هز اللي هي الهي، عايز اقول تليفونها هتبقى here. طيب هنا عندي اتس، هنا هتبقى للحاجة عندي هنا حاجة الغير عاقلة. تمام، لو انت فاكر ان هنا بص، هنا جاية اتس جاية من اتس، ودي تمشي اتنين، هو او هي. تمام، هتبقى الصفة هي او ها، كده انت فاهم. ماشي، لو هي حاجة هنا على الجمع علينا احنا هتبقى اور. تمام، ملكنا تليفوننا بيتنا. تمام، هستخدم هنا ايه؟ اور، دي حاجة عايدة علينا كلنا، ملكنا احنا كلنا. their هم. تمام، بيتهم تبقى their. طبعا الحاجات دي بتتحفظ، الحاجات دي بتفيدك في الكتابة وبتفيدك في الترجمة لو انت بقى بتترجم حاجة عايز تفهم معناها. طيب تعالى نخش على اللي بعده. بص بقى هنا، التجميع دي تجميعة الألوان كلها مع بعض. تمام، أحمر يعني ريد، شد في شعرك شد. بجمع لك بقى الحاجات بتاعت ابتدائي بقى، بتاعت زمان بقى، ايام بقى ايه الزمن الجميل، الاغاني دي. المهم،
هو انت طبعا بقى احفظهم زي ما انت عايز تحفظهم، عايز تحفظهم بقى احمر يعني ريد وكده براحتك. ماشي، هنا بقى الحيوانات كلهم، حيوانات مش انتوا، حيوانات. يعني ايه اسد، يعني ايه نمر، يعني ايه ثعلب. يعني تعالى بقى كده نخش على الجزء اللي بعد كده، جزء الادوات، والجزء ده مهم جدا جدا جدا. بص يا سيدي، انا مفيش جمله غالبا مفيش جمله بتخرج من الادوات. ازاي؟ يعني انا كل جمله بقابلها قدامي لازم يكون فيها حاجه من الثلاثه، يا اما يا اما يا اما زي. وانا مش فاهم دي معناها ايه، انا فاهم ان زي معناها دي الحاجه اللي انا، دي الحاجه الوحيده اللي انا فاهمها. يعني ايه الكلام ده؟ وزمان كانت الميس كانت بتخليني اعملها مستر، وانا كده زمان في اولى ابتدائي او في حضانه وكده، الميس كانت بتخليني اعمل انابل، واقعد بقى انزل بقى عواميد 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 عواميد، اقعد انزل. يا ابني طب انت في إيه يا عم؟ عواميد، عايز اخلص عشان عايز انزل العب. فلا مش مهم افهم. المهم، بص يا سيدي، الادوات ديت انا بستخدم الاسم، بستخدم الادوات ديت مع الاسماء، يعني ما بستخدمهاش كده مع الافعال يا مستر. قال لي تمام. الادوات دي انا عندي ثلاثه، عندي او ان وعندي زد. او ان الاثنين بمعنى واحد، تمام، يعني ما فيش فرق ما بينهم. طيب، طب انا بحطهم امتى وليه وليه ان؟ بص يا سيدي، انا بستخدم هنا ان، بستخدم ان مع اي كلمه بتبدا بحرف متحرك. زي ايه مثلا؟ الحروف المتحركه اللي هم اللي عندنا، اللي هم، تعال اكتبهم لك هنا، اللي هم الاي والاي والاي واليو والاو، دي الحروف المتحركه اللي عندنا. لذلك انا اي حاجه او اي كلمه بتبدا معايا بحرف من الحروف دي بحط ايه مثلا؟ بحط ان، مش ايه، مش الحرف ايه، تمام، مش الاداة ايه، تمام. قال لي تمام يا مستر. طب ليه بقى مش فاهم يعني؟ قلت له بص، دي حاجه بترجع لحاجه اسمها الفونكس، الصوتيات، اللي انا زي ما قلت لك انا شارحها لك في الفيديو تحت من السلك اللي مزود. بترجع لحاجه اسمها الصوتيات. يعني بص، لما اجي مثلا اقول لك ايه، ابل مثلا، ابل دي بتبدا بحرف ايه؟ حرف الايه. طب ده متحرك ولا ساكن؟ لا، ده حرف متحرك. قال لي اه فعلا. لما اجي احط ايه قبلها تاني، اللي هي الاداه، الايه بتاعت الاداه، تعالى كده ننطقها بسرعه. ابل لا صعبه شويه على فكره، هم هناك بيتكلموا بسرعه، فهتبقى هناك لما اجي اقول انابل على طول هتتنطق معايا بسرعه، مفيش حاجه موقفاها، مفيش حاجه معطلاها، فهقولها على طول انابل، على طول اناكشن، على طول. ماشي. طيب يبقى انا كده هحط الاداه ان مع اي كلمه بتبدا معايا بحرف متحرك، اللي هم الخمسه اللي انا قلت لك عليهم. قال لي ماشي. اي حاجه تاني هتحط ايه. وعلى فكره، طب مستر طب انا كده هقعد اتلخبط. لا يا عم مش تلخبط والله، بمجرد بس كده ما ايدك تمشي شويه في الكتابه هتاخد عليها. ماشي. يعني هنا مثلا، هنا كاتب لك I read a novel. هي هنا بدأ بإيه؟ هي ثواني، هي النوفل دي حاجة مفردة؟ يبقى خلاص هحط أدوات. ماشي. هحط ولا ان؟ لا ثواني كده، هي بادئه بان، الان ده ساكن ولا متحرك؟ لا ده ساكن، فهتحط لي ايه. ماشي. هنا she is، هنا بادئه بايه؟ انجينير، بادئه بايه بقى؟ بحرف ايه؟ متحرك. طب طالما متحرك يبقى هحط ايه. ماشي. تعالى بقى كده نشوف بنحط الادوات امتى. بص يا سيدي، لو انا عندي اسم بيتذكر لاول مره، ايه ده؟ يعني إيه؟ مش فاهم. لو انا عندي اسم بيتذكر لاول مره هحط اداه، هحط يا يا ان. يبقى لو انا عندي اسم بيتذكر لاول مره احط يا ان. طب لو بيتذكر لتاني مره لا احط زي. بس انا هرجع واقولها لك دي قدام، بس انت افهم معايا دلوقتي ان انا لو بكتب جمله وقلت اسم، الاسم ده اتذكر لاول مره، اول مره يتذكر هحط او ان. طب هحط او انا عن طريق على اساس ايه؟ على اساس زي ما قلت لك الكلمه ذات نفسها او الاسم. ماشي. طب تاني حاجه، قبل الوظائف، يعني مثلا هنا انجينير، هنا مهندس، هنا تيتشر، دي كده وظيفه، ده مدرس. طيب يبقى انا كده قبل الوظائف هحط يا اما يا اما هحط اداه. ماشي.
هنا بيقول لك قبل الصفات اللي بيوصفها المفرد. يعني بص هنا كليفر دي صفة، طب هي ديك عايدة على مين؟ عايدة على البوي الولد. ماشي، فهنا طبعا حطيت هنا ايه؟ أداة. طيب تعال نخش على الجزء الثاني، الأداة ذات. يبقى أنا كده قلت لك أنت بستخدم أو أن. تعالى بقى كده أقول لك إيه الأداة ذات دي كده. بص يا سيدي، قال لك أنا بحط ذات قبل الاسم المفرد أو الجمع. يعني مش شرط مفرد بس، عادي أنا ممكن أحطها مع المفرد ومع الجمع. ماشي، بحطها لغرض التعريف زي ما قلت لك، الألف واللام. ذا جيرل البنت، تمام. ذا بوي، خلي بالك هنا بص، هنا ذا جيرل دي مفرد صح؟ هنا بقى ذا بويز هنا الولاد. طب الولاد هنا دي جمع مش مفرد، يبقى انا برضك عادي حطيت معاها زي. طيب وهنا برضك ذا بول اللي هي الكرة، وهنا ذا بوي ولد. ماشي، امتى بقى بستخدمها؟ بص بقى، بستخدمها لغرض التحديد. اول استخدام ليها غرض التحديد. ازاي؟ يعني مثلا لو انا جيت هنا وقلت لك النساء، النساء مثلا بشكل عام، فهقول هنا كده الكلام بوجه عام ولا انا حددت انه نساء؟ لا، انت هنا انت بتقول لي النساء ده بوجه عام، مش هحط ايه؟ مش هحط اداه. لو الكلام بوجه عام مش هحط اداه، خلاص انا بقول لك نساء فخلاص مش هحط لها اداه. لو انا بقى بتكلم على النساء في مصر مثلا، يبقى انا كده انا حددت ولا ما حددتش؟ لا انت حددت، انت قلت النساء اللي في مصر. ماشي، لو انا بقى حددت هحط اداه. قال لي ماشي، يبقى انا كده لو حددت يا مستر هحط ايه؟ هحط اداه. طيب مش هنا الناحيه او هنا في الاول كنت بقول لك لو انا بقول اسم لاول مره احط او ان؟ قال لي اه. لو الاسم بقى في نفس الجمله بيتذكر لتاني مره هحط ايه؟ هحط ذا. ماشي، بستخدم ذا برضك مع الاسماء الفريده من نوعها. يعني ايه؟ زي مثلا الشمس، القمر، الحاجات اللي زي كده، الكون، تمام، السحاب، العالم، الارض، الشمس. كل دي حاجات فريده من نوعها، حاجات موجوده بس مفيش غيرها. تمام، مع الاسماء الفريده من نوعها هحط الاداه ذا. على فكره الناس هنا غلطانه، المفترض يحطوا اسمي معايا انما يستخدموا معايا الاداه ذا، بس الناس ديت وهم بيحطوا المنهج ما كانوش عارفين يعني. المهم، قبل الادوات الموسيقيه زي الجيتار، ما هو الجيتار ده اداه ايه؟ الجيتار دوت آلة موسيقيه صح كده؟ فهتحط له الاداه ذا. قبل الاكتشافات والاختراعات، بس دي حاجات مش هتهمك قوي. هنا برضه دي برضه مش هتفيدك قوي، بس برضه لازم تبقى عارفها. يعني مثلا هنا زي جبال الألب مثلا، فهنا بنحط أداة زي. مع بقى الجبال، البحار، المحيطات، الأنهار، البحيرات، الكلام ده كله. ماشي، الحتة دي مهمة جدا، الحتة دي مهمة جدا. قبل الأعداد الترتيبية، يعني إيه عدد ترتيبي؟ أنا هشرح لك رياضة، أنا بشرح لك عربي وإنجليزي وهشرح لك رياضة تاني. يعني إيه عدد ترتيبي؟ العدد الترتيبي ده اللي هو مثلا زي الأول، الأخير، تمام، الثاني، تمام. طيب يبقى ده كده اسمه عدد ترتيبي. بنحط قبل العدد الترتيبي بنحط ايه؟ بنحط الاداه زي ذا فيرست الاول، تمام، ذا نيكست بعد، ذا لاست، هكذا. هنا برضو بنستخدمها قبل الاماكن المستخدمه لغير غرضها الاساسي، والحته دي مش هتفيدك قوي على فكره، الحته دي كده كده اقراها بس. هنا برضو الحته دي مهمه. قبل البلاد المركبه، يعني ايه؟ يعني انت مثلا انت عندك المملكه العربيه السعوديه، ده اسمه مركب، ده بص ده فيه قصه، فاهمني؟ فده كده اسمه مركب. اهي برضك هنا اهو، سعودي عربيه هكذا. فهنا برضك يبقى اسم ايه؟ مركب. ودي بقى الحاجات اللي بتيجي مع البلاد اللي فيها اسماء مركبه، تمام. ذا بابليك، عندك هنا يونايتد، فطبعا بنستخدم معاها الاداه زي. دي برضك هتفيد. الجزء ده بقى مهم جدا 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 جدا. بص بقى،
انا هشرح لك حاجتين مهمين جدا في الكتابه. المحاضره الجايه ان شاء الله هشرح لك حاجه اسمها الروابط. الروابط ديت اللي هي يعني مثلا مش انت بتقول ثم لذلك مش عارف ايه في العربي عشان تعمل موضوع تعبير كبير؟ قال لي فعلا انا بقعد اهبط في الحاجات ديت عشان يطلع معايا موضوع كبير. قلت له تمام، انا عندي برضه كده في الانجليزي برضه. مش انت عندك بتقول والسياحه مش عارف وايه 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 وايه، انا عندي نفس الكلام كده في العربي. وهشرح لك برضه الافعال الاساسيه، اهم الافعال الاساسيه. الاثنين دول بالنسبه لي وترتيبه الجمله وتكوين الجمله اهم 3 حاجات عشان يخلوك تعرف تكتب كويس. هو طبعا كل اللي انا بقوله مهم، بس دول يعتبر اهم الحاجات. عندك هنا دي الافعال الاساسيه اللي بنستخدمها دايما 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 في كتابه الجمله. عندك هنا مثلا يعني عندك هنا مثلا يعمل هنا work، عندك هنا go يذهب، عندك هنا sleep ينام، visit يزور، تمام. عندك هنا break يعني يكسر. كل الحاجات دي، عندك هنا talk يتكلم، take يأخذ، give يعطي. كل الكلام ده مهم جدا في كتابة الجملة، لازم تكون عارف الحاجات دي. ماشي. عندك بقى هنا 8 جمل. وهنا طبعا عشان ما انساش هنسيب لك الجروب بتاع الفيسبوك. جروب الفيسبوك باذنك يا رب فيه عليه مسابقه. المسابقه ديت لطلبه الاونلاين وطلبه اليوتيوب اللي انتم بتسمعوني يعني دلوقتي، وطلبه السناتر برضه. عاملين مسابقه حلوه كده. اللي هيلخص المحاضره دي كلها من اولها لاخرها، تمام، يلخص بس الجرامر اللي اتشرح والحاجات بتاعت الكتابه. يعني انا مش عايزك تكتب الكلمات، مش قصدي كده، انا عايزك تلخص لي الملزمه دي، تمام. لو لخصت لي طبعا بقى الوانك بقى تشتغل نقاش، يعني تجيب لي بقى حبه هايلايتر كده وتقعد بقى ايه ترسم بقى وتعمل نقاشه. عايز بقى ادربك بحيث ايه طلعك نقاش تبقى استفدنا بكذا حاجه. هنا اللي هيلخص وهينزلها على جروب الفيسبوك ليه عندنا جايزه، تمام. ودي بقى لحاجه لطلبه الاونلاين وطلبه السناتر. يعني طلبه السناتر احنا على فكره احنا اشتغلنا لحد النهارده، اشتغلنا سنترين، تمام، لسه الباقي يوم 27. فاحنا عاملين المسابقه دي والناس شغاله ما شاء الله، والناس بتعمل تلخيصات جميله جدا والله. فالناس ديت هتتكرم معانا في الحصه الثانيه لما ننزل على الارض، لما نرجع الحصه الثانيه يعني. ماشي. وعندك هنا التدريب ده لازم تحله، لازم تحله، لازم تحله، لازم تحله، لازم ده اهم من حياتك. لازم تحل لي التدريب ده عباره عن 8 اسئله. مستر طب انا هجيب كلماتهم منين؟ انا مش جايب لك كلمات من بره، الكلمات بتاعتهم اهي، شايف كلهم من الكلمات دي، الافعال دي. طب يا مستر طب انا هكتبهم ازاي؟ بناء بقى تطبق اللي انا قلته لك. قال لي ماشي. كده احنا خلاص خلصنا حصه الكتابه. طبعا انت عندك حصه الفونكس اللي هي الصوتيات، وعندك محاضره الجرامر لو انت ما سمعتهاش برضه كان هسيبها لك. المحاضرتين دول مهمين جدا. لو انت ضعيف في حاجه من الاثنين، محاضره الجرامر لا غنى عنها، لا غنى عنها. انا بالنسبه لي اهم محاضرتين محاضره الكتابه، لان منهجنا يا جماعه معتمد بشكل كبير جدا على الكتابه، وعندي محاضره الجرامر. قال لي ماشي. مستر طب ما حصه الصوتيات دي يعني مش مهمه؟ لا طبعا، ما انت انا بعلمك حاجه اسمها بريفكس وحاجه اسمها سافكس. طب ما احنا منهجنا يا جماعه في الكلام ده، فلازم نبقى عارفين الجزء ده، تمام. اشوفكم دايما على خير. السلام عليكم يا جماعه.